عندك كام موزه كده مركونه واسود وحالتهم حاله ومحدش عايز ياكلهم، تعالوا بقى هنعمل الحلوى الايطاليه اللي بيقولك اصابت من اكلها بالجنون. حاجه كده فاخر من الاخر بجد والله العظيم، نتيجه تحفه. بصوا منظرها، بصوا جمالها عامله ازاي. ده مش كريم كراميل على فكره، ومش محطوط فيها كريم كراميل، ده موز وحليب. بجد طعمه بتنزل في القلب كده، ترطبه وسهله وجميله. واي موز مركون عندك مش لاقيه له صرفه هتعمليها بيه. يلا بينا على الحلقه قوام. انا جبت 4 موزات كده خلاص، قشرتهم طبعا، وبعدين هبتدي اقطعهم بقى سلايزز. تمام، قطع كده، قطع صغيره اكنك هتعملي خشاف يعني. خلاص، وهخلص بقى كل الكميه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. جبت بقى طاسه على النار، وبعدين نزلت بحته زبده حلوه محترمه كده، هي الاساس فيها الزبده. هيقولوا لي تنفع سمنه، هقول لكم ماشي احنا نمشيها سمنه، لكن الطريقه الاصليه بتاعتها زبده. مجرد ما الزبده تسيح، انا مش عايزاها تتحرق لان انتوا عارفين ان الزبده سريعه الاحتراق يعني. مجرد ما تسيح هنزل عليها كده بالموز على طول اللي انا مقطعاه قطع، وقلبي بقى. شوفي بقى، تخيلي موز في السمنه البلدي او موز في السمنه، تحفه كده لوحده كده، ده يتاكل بالشوكه من غير اي حاجه. قلبي بقى كده كويس، وبعد كده هنزل عليهم ب3 معالق سكر. هو دي كميه السكر اللي انا هستخدمها في الوصفه بتاعتنا النهارده. وهنزل بسنه صغيره قرفه، الموز مع القرفه بيليقوا على بعض جدا، اللي مش عايز قرفه خلاص مفيش مشكله. وقلبي بقى، قلبي قلبي، حمري بقى الموز في الزبده بقى، يشرب كده من السمن من الزبده البلدي مع السكر بقى، يحصل كرمله والدنيا. بصوا بقول لكم كده كفايه قوي يعني، نحط عليها رشه مكسرات وناكلها كده بالشوكه وخلاص. خلاص استوى معايا كده، وحسيت ان ابتدى يطرى قوي. هجيب بقى الهاند بلندر واضربه بيها عادي خالص. لو ما عندكيش هاند بلندر اعمليها في الخلاط مع الحليب اللي احنا هننزل بيه دلوقتي. هنزل بلتر الا ربع حليب على ال4 موزات دول، لتر الا ربع حليب. تمام، يعني كيلو الا ربع لبن زي ما بنقول بالمصري عندنا. انزلي بيهم يا ستي في الخلاط واضربيهم على بعض لو ما فيش هاند بلندر. خلاص، هضربهم وانعمهم كويس جدا جدا، مش عايزه اي تخريزه من الموز. وهنزل بفانيليا كمان، وخلاص على كده. جبت بقى جيلاتين حلال اللي هو النباتي، ونزلت عليه بشويه ميه صغيرين، وهقلبه كويس جدا جدا، وهركنه بقى على جنب لغايه لما يشتغل ويتكتل، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه تاني. مجرد ما عدى كده حوالي 5 دقايق او 7 دقايق، الجيلاتين بتاعي مسك اهو، وكده اشتغل معايا تمام كده. خلاص اطمنت ان الجيلاتين اشتغل. هعمل ايه؟ هحطه بقى في ميكروويف او في القلايه الهوائيه. انا حطيته في القلايه الهوائيه يسيح تاني عشان استخدمه. طب ما عندكيش ميكروويف ولا قلايه هوائيه، افتحي الفرن يسخن قوي وحطيه فيه شويه في الفرن كده، واقفلي الفرن هتلاقيه سخن معاكي وساح وبقى جميل. انزلي بيه بقى على خليط الموز باللبن. على فكرة وصفة جميلة جدا، والجيلاتين على فكرة مفيد جدا يا جماعة للبشرة وللجلد. ده كانت الدكتورة بتاعت الجلدية بتقولي ممتاز للنساء، بيزود الكولاجين لما تاخديه، وحلو وللبشره وللشعر لكل حاجه، وللعظم ممتاز. فاهم حاجه تجيبيه من العطار تقولي له جيلاتين نباتي خلاص، او جيلاتين حلال، في جيلاتين حيواني حلال. جبت بقى اكياس كراميل عندي كانت موجوده في التلاجة. لو مش عندك احرقي سكر واعمليه، حطيه في القالب زي ما انا ما حطيته كده، وزعته على القالب كله، ونزلت بالخليط وغطيته وحطيته في التلاجة 5 ساعات. لازم 5 ساعات يا جماعه. ويلا بينا نقلب نشوف ايه النتيجة، هيطلع ايه بالظبط معانا، ويا ترى حلو ولا وحش ولا هيتفرفت ولا ايه نظامه. طبعا شفته في اول حلقة اهو. بصوا الجمال، اكنه كريم كراميل، بس مش كريم كراميل خالص، حاجة طبيعية جميلة كلها الحليب مع الموز طبيعي، مع اذا كانت نكهة قرفة او فانيليا، و 3 معالق سكر كده مش كتير، ممكن تستبدليهم بعسل ابيض عادي خالص، ممكن ما تحطيش خالص لمرضى السكر لو انت هتكتفي بالحلاوه اللي هتبقى موجوده في الموز. خلاص، والجيلاتين يعني كلها حاجات طبيعيه مفيده. دي حلوى اصلها ايطالي يا جماعه، انا شفتها من مواقع ايطاليه، تحفه جدا وجميله جدا ومشهوره عندهم، وبجد انا جربتها وعجبتني قوي. بس مش طعم الكريم كراميل، عشان اللي ياكلها ما يقولش ده كريم كراميل، لا، طعم الموز كده حلو مع الحليب. وممكن تعمليها باي فاكهه تانية، بس الموز لايق مع الحليب مع القرفه قوي قوي يا جماعه مع الكراميل اهي. بصوا الخرطة، طبعا كان في خرطة قبلها كده بنجربها يعني بندوقها بألف هنا وشفا على اللي أكلها، ما كانتش جت في التصوير يعني أهي. دي بقى الخرطة التانية، وأدي كمان خرطة كمان عشان الحبايب، جميلة.
مغذية لولادنا وحلوة وبأقل إمكانيات موجودة عندك في بيتك. حليب مع موز. الموز عندك لو ضارب تنفع بالموز الضارب كويس جدا اللي هو المستوي يعني. لو عندك موز زيادة كام واحدة كده مش هتعرفي تقسميهم للعيال وياكلوهم ولا تعرفي بيهم تعملي بيهم كوكتيل، خديهم واعمليهم بالسمنة واضربيهم في الخلاط وهيبقوا زي الفل معاكي، حلوة جميلة جدا هتبسط الكل. يلا يا رب الوصفة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسونيش من كومنت حلو زي قلبكم لو عجبتكم الوصفة، وشير في الجروبات عشان الناس تستفاد بيها وتبقى في ميزان حسناتكم وحسناتي. وما تنسوش تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم ويزيل الغم عن الأمة يا رب العالمين. واترككم في رعاية الله واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغلى واحب اخوات ليا.